أهلا بيكم في حلقة جديدة من ليد كاست. النهاردة هنتكلم على الليدرشيب in the fintech era، ومبسوطة ان ضيفي النهاردة الأستاذ أحمد ناصف، جروب CEO دوباي. أهلا بحضرتك، منورنا في ليد كاست. والحقيقة أنا كنت عايزة أبدأ مع حضرتك. يمكن أنا كنت محظوظة أن اتعرفت على حضرتك في آخر إيفنت Future of Finance، وأنا شفت لمعة عين حضرتك وانت بتتكلم على نيو تكنولوجي في الفينتك especially في دوباي. فكنت عايزة أسمع، أنا بتهيألي اللمعة دي صح؟ حضرتك بتبقى very excited وانت بتتكلم على البيزنس الجديد بالتطور الجديد، فكنت عايزة أسمع من حضرتك الحدوتة بقى من الأول. اولا يعني شكرا على ان انت بتستضيفيني معاكي هنا، وده شرف ليا الحقيقه. يعني ف I'm really excited ان انا ابقى معاكي في البودكاست. اللي خلاني ادخل دوباي كان انا بقالي دلوقتي حوالي سنتين، يمكن اكتر من سنتين بشويه. ان انا اتعرفت على المؤسس الشركه، هو اسسها من 11 سنه، واحد اسمه فرانس فان إيرسل. هولندي، هو ساكن في ابو ظبي، انا كنت في وقتها ساكن في لوس أنجلوس. وابتدينا نكلم بعض، كان عندنا صديق مشترك عرفنا على بعض، واما اتكلمنا ابتديت افتكر حاجات كتير انا مريت بيها قبل كده، وحاجات الحقيقه كان يعني كنت دايما بحس ان ديت يمكن المكان اللي انا بحس بيه المكان ليا في الكارير بتاعي. كان بيوصف لي الميشن بتاع دوباي وليه ابتداها، وهي ان بيسيكلي ان بنوصل العميل الموظف اللي النهارده بيتعامل بس بالكاش، بنوصله للمنظومه الاقتصاديه الرقميه اللي هي اصبحت يعني شبه اساسيه دلوقتي عشان الواحد يبني المستقبل بتاعه ومستقبل عيلته ويبتدي الفاينانشال بلاننج وكل حاجه زي كده. يعني يمكن في اوروبا، في امريكا، بيبقى الطفل بيبقى عنده لسه ابوه او امه بتديله الحساب البنكي عشان يبتدي المصروف يدخل في الحساب البنكي. انا بنتي طالبه مني كريدت كارد، وابتديت اسال فعلا ان انا احط لها حاجه بليميتد عشان هي عايزه تحس بنفسها. وده حقيقي بتخلي الطفل يبتدي يفكر في البلان، يعني ان هو مش هيصرف كل حاجه على طول، بيبتدي يحوش حاجه. صح. فده بدايه الفاينانشال بلاننج والاستقلال يعني الاقتصادي، وان هو يدخل في المنظومه الاقتصاديه. في مصر احنا عندنا بين 40 و50 مليون موظف، ناس عندهم شغل ممكن في مجال اي نوع من العماله، او العماله الموسميه، او البلو كولر وركرز، او المزارعين، او اللي بيشتغل في مصنع، ما زالوا بياخدوا المرتب بتاعهم نقدا بالكاش. وده بيسبب طبعا في مخاطره في حاجات كتيره، لان باخد المرتب بتاعي ممكن يضيع مني، ممكن حد يسرقه، ممكن اي حاجه تحصل في الامبلس ان انا هصرفه على طول، لان سهل خلاص الكاش كله معايا في جيبي. فديت بتسبب مشاكل الموظف، وفي نفس الوقت الشركه بتواجه صعوبات كتيره، لان هي برضو بتخاطر بمبالغ كبيره جدا كل شهر عشان تدفع المرتبات للمواقع المختلفة اللي موجودة عندها، مثلا ممكن مصنع، برضو مصانع مختلفة whatever. فديت بتبقى مخاطرة، وبتبقى بتواجه مشاكل في انهم مش عايزين، خلاص عايزين يشيلوا المنظومة بتاعة الكاش. فاما ابتدينا ارجع تاني للقصة ديت، ان انا ما كنا بنكلم بعض وهو بيحكي لي الموديل بتاعتنا، فكرتني بالمودلز اللي انا اشتغلت قبل كده فيها. انا كان يمكن اول تجربه ليا في المنطقه، هي كانت مع شركه اسمها مكتوب. كنت وقتها عايش في نيويورك، وسمعت نشره اخباريه، كنت ساكن هناك وبشتغل هناك في ستارت اب في نيويورك. والنشره الاخباريه ديت كانت بتتكلم عن شركه جديده اسمها مكتوب دوت كوم. ده من زمان قوي، اي حد بيتفرج على الحلقه مثلا ديت اكيد مش هيتصور ان في كان وقت ما كانش لسه فيه DSL والسرعه الباندويث اللي موجوده عندنا النهارده وكده، لكن ده كان لسه في البدايه خالص. فكانت من اول الشركات في مجال النت في العالم العربي، ابتدت في الاردن، وكانت لسه بتبتدي انها
بتبتدي اول ايميل باللغه العربيه واول ماسنجر باللغه العربيه. فانا سمعت ده وكلمته على طول وكنت اكسايتد جدا. انا كنت طفولتي، من ايام طفولتي ما كنتش، كنت دايما في امريكا، وكان نفسي ان انا ارجع كده يعني اقرب للمكان اللي انا منه. فده كان فرصه ان انا اروح، واشتغلت في عمان، وكان لسه في بدايه الشركه وكبرناها الحمد لله. وكانت كان نفس الفكره ان احنا بنحاول نوصل حاجه شبه اساسيه بديهيه عند جزء كبير من العالم كله، لكن لسه كانت في البدايه عندنا. الفكره بتاعت ان انا اقدر ابعت ايميل، اقرا الاخبار بتاعتي اونلاين بدل ما اقراها من الجورنال او من او اتفرج عليها من التي في وكده. ودي كانت حاجه لسه في البدايه خالص. كان معظم الناس لما بنتكلم معاهم عليها كانوا بيقولوا ده لا، ده مين اللي هيعوز ده؟ انا عندي الجريده بتاعتي اللي انا بقراها كل يوم، وعندي الاخبار اللي في التي في، انا ليه اصلا هدخل على النت؟ ديت it doesn't make any difference ليا. فابتدينا بكده ووصلنا لاكتر من 16 مليون يوزر. اما ده كان في على 2009. وجات ياهو واشترت الجزء بتاع مكتوب دوت كوم، وده كان بدايتي مع ياهو كالمدير الاقليمي لياهو في الشرق الاوسط وافريقيا. فالحركه دي بتاعت ان احنا بنوصل حاجه اساسيه لعدد كبير من الناس اللي لسه مش عارفين انها المفروض تبقى اساسيه، لكن احنا عارفين لان شايفين اللي بيحصل حوالينا في العالم. ديت فكره يعني انا عارفها كويس ومريت بيها في مكتوب. ومن الشركات اللي احنا ابتديناها برضو شركه سميناها مزاد مكتوب في وقتها، غيرنا اسمها بقت سوق دوت كوم. نفس القصه ان هي اول شركه كانت في الاي كوميرس في العالم العربي. حضرتك كل الشركات اللي اشتغلت فيها يعني بعد كده اشترت من شركات كبيرة. بالظبط. يعني مكتوب ياهو وسوق امازون. اوكي. وجزء من برضو شركة تانية احنا ابتديناها كان اسمها كاشيو، كانت ديت من اوائل الشركات اللي في مجال البيمنتس. كان في وقتها برضو عشان قبل فوري، قبل الشركات اللي كانت انتشرت بعدها. اما بشتري حاجة ازاي اشتريها وانا معيش كريدت كارد، معيش ديبت كارد، كل ده فبيبقى عن طريق الكيوبون بتاعنا او الكارت بتاع كاشيو. وده انضم برضو لسوق وبقى في الاخر جزء من امازون باي في الديل بتاعت سوق. وعملنا حاجات كتيره غيرهم كانت فاشله خالص. فعلا. انا بس بقول لك الحاجات الناجحه، لكن الحلو فيها ان بيبقى قدام حضرتك كده. يعني احنا لسه بنشوف ايه اللي حصل مثلا في الولايات المتحده، في اوروبا، في بقيه العالم، وعارفين الطريق هيبقى شكله ايه. لكن عشان ده يحصل معانا لازم ناخد الفكره دي ونقدر نخليها تبقى مناسبه مع السوق اللي احنا فيه، مع الثقافه بتاعتنا، مع الميليو بتاعنا في المكان اللي احنا فيه. فهي دي الحاجه اللي بتفرق دايما. صح. فعملنا كده في مكتوب، وحتى كان تركيزنا على المحتوى العربي كان تركيز كبير جدا، كان مهم جدا لنا. كان في وقتها ما فيش محتوى رقمي، يعني احنا اللي كنا بنشتغل مع شركات عشان نقدر ندخل حاجات تبقى رقمية. وفي سوق كان نفس الفكرة برضو. ازاي كان الناس بتقول انا هشتري ازاي اونلاين، مش لازم ابص على حاجة، لازم المسها. طب حضرتك كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ هو احنا هنا بنتكلم بقى على في culture، يعني you are leading a culture change، فده اتعاملت معاه ازاي؟ ما هو يعني بالنسبة لي كانت دايما مهم ان احنا نفتكر ان في حاجات طبعا في كل ثقافة، كل مجتمع في حاجات يونيك في المجتمع ده، لكن في حاجات هتبقى مشتركة بيننا كلنا كبني ادمين. فيعني احنا شايفين النهاردة قد ايه السرعة اللي احنا مثلا دلوقتي كل واحد بيتكلم على تشات جي بي تي في مصر. يعني يمكن من 5 سنين كان لسه او 4 سنين كان لسه حاجة جديدة خالص ما سمعناش عليها كتير، لكن احنا عارفين احنا رايحين فين لان شايفين العالم شكله ايه وبيتغير ازاي. واوقات احنا بنسبق بقية العالم في حاجات كتيرة. لان مثلا الموبايل تكنولوجي مثلا قد سرعة الادوبشن للموبايل في المنطقة عندنا كان اسرع حتى من الادوبشن في بلاد كتيرة هي بتعتبر مور ماتشور. ف يعني
من وصلنا من ما كانش في موبايلات خالص، وبعدين مثلا نشوف السعوديه، الامارات، الموبايل بنتريشن وصل لل 150%، 200% اوقات بسرعه، يعني بسرعه جدا. ففي حاجات بتبقى، وديت يمكن برضو تاثير اما البنيه التحتيه بتاعتنا ما كانتش يمكن عندنا الريلاينس الكبير على اللاند لاينز. انا برضو من واحد عجوز قوي، فانا فاكر ايام طفولتي ازاي كان صعب الواحد يجيله خط تليفون في البيت. دي كانت مش سهله ابدا. انا حضرتك قديمه برضو، فانا من ايام التليفون اللي هو اللي بيلف الروتري. لا انا مش مصدق ده خالص. لا لا اكيد لا. بس وكان الاهالي بيحطوا قفل عشان ما حدش يستخدمه، صح. يعني دي كانت، فاحنا عشان يمكن ما كناش مريناش بالماتوريتي بتاع اللاند لاينز عندنا في مصر، عملنا جامبينج على طول للموبايل تكنولوجي، فبقى هو ده الحاجه الاساسيه. بره يمكن اخدت وقت اطول شويه عشان ده يحصل. فهي الكونكشن ديت على حاجه اساسيه ان احنا بنوصلها للمجتمع بتاعنا. يعني هو ده اللي شدني لدوباي في الاخر، يعني ان الفكره ان ديت بدايه الطريق للاقتصاد الاندبندنس، الايكونوميك اندبندنس. دي حاجه لا، ودي يعني استراتيجي اصلا للحكومه، ان فكره كاش ليست. يس. الديجيتال بيمنتس طبعا. فدي حاجه تانية يعني بتساعدنا، يعني ده التيل وينز يعني اللي بيقولوا عليه، صح. ان احنا حقيقي كاستراتيجيه للحكومه، للبنك المركزي، ان دي حاجه مهمه جدا في المجتمع بتاعنا، في للدوله، ان يبقى في فيزيبيليتي على كل اللي بيحصل. ودي حاجه يعني اللي هتحصل. الفيزيبيليتي دي مهمه لنا عشان يعني نتقدم كدوله، كمجتمع. مصر لسه ما زالت لسه الباراليل ايكونومي بين 50 و60% من الاقتصاد بتاعنا. فحاجه زي كده ما تنفعش انها تستمر والدوله تقدر تتقدم. صح. فمحتاجين، دي حاجه يعني هتحصل. ففي encouragement كبيره جدا من الدوله، من البنك المركزي، للبيمنت، للديجيتال بيمنت سيرفيسز. فده اكيد بيساعد. فالبوتنشال كبير، زي ما قلت لحضرتك، ال 40-50 مليون واحد دول اللي يعني ريلاينج على الكاش بس. فديت حاجه كبيره قدامنا. للاسف المؤسسات التقليديه اوقات يعني نتكلم على البنوك. انا قبل دوباي كان الباك جراوند بتاعي كتير في التليكومز، والتليكومز برضو اتس ا هايلي ريجوليتد اندستري. لكن في البانكينج سيكتور بيبقى البانكينج سيكتور اصلا مبني على انفراستراكشر مش بيساعده ان هو يحقق ارباح من واحد مرتبه متواضع. فطبيعي برضو مش بس في مصر، في كل الاميرجينج ماركتس اهتمام البنوك بيبقى بيركز على التوب 10% of the market. لان هو ده، يعني انا كبنك عندي برانشز كتيره، عندي ناس كتيره بتشتغل في البرانشز، لازم المصاريف الاوفر هيد بتاعتي هتبقى كبيره جدا ان انا يعني ان انا اقدر اعوض اللي انا هبذله عشان اجيب واحد لسه مرتبه مش كبير. فالنهارده يعني ده اللي احنا بنشوفه في مصر، ان في عندنا يمكن 90% من الوركينج بوبوليشن عندنا مفيش اهتمام كبير من البنوك عن ان هم ياخدوهم، ان هم يجيبوا. يعني طبعا في اكسبشنز مع البنوك الحكوميه بيبقى في مور انترست في حاجه زي كده. وعشان كده احنا برضو بنشوفهم ان هم بيبقوا مور اجريسيف ان هم يشتغلوا على مع شراكات مع شركات البيمنتس والكروت وكده. فلكن عموما ده بتبقى صعب قوي ان احنا يعني بنلاقي التركيز ده. فده بقى المجال بتاعنا، يعني احنا كتكنولوجي كومباني، كديسرابترز، ده اللي احنا عارفين نشتغل فيه. ان شايفين ان في اوبورتونيتي كبيره، ان البلد اصلا عشان توصل للاهداف بتاعتنا لازم ال 90% دول هيوصلوا لليفل تاني. وبدايه الوصول للليفل التاني ده عن طريق الحساب البنكي، دي اول ستيب. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك على التشالنجز بقى،
يعني especially ان احنا بنتعامل في فلوس، فالموضوع very critical يعني كبزنس. فينتك هو بيتعامل مع فلوس، صح، اكيد والريسك في الفلوس طبعا especially ان احنا في سيكتور يعني زي ما حضرتك قلت highly regulated. فبالتالي في challenges برضو بتقابل الفينتك، يعني في opportunities وفي challenges، فعايز اسمع من حضرتك طبعا في ودي الحاجه اللي انا بحبها برضو كل يوم، ان مفيش اي يوم بيبقى predictable عندنا، وده مش بس ليا، بتقلي معظم التيم بتاعنا. فدي من الحاجات الحلوه اللي انا بشوفها دايما، بيبقى فيه تشالنج جديد، في حاجات مش predicted، وده اللي بيفرق برضو لنا كفينتك او كتكنولوجي كومباني، سرعه الرياكتيفيتي لحاجه زي كده، المرونه والسلاسه في الواحد بيتعامل ازاي، ديت اللي المفروض تفرق. اما الواحد يشوف تكنولوجي كومباني صعب عليها انها تتحرك وترياكت كويكلي لحاجه، دي مشكله كبيره، لان هي دي الادفانتج الكبير لنا. زي ما حضرتك قلتي، اكيد ان احنا بنتعامل مع حاجه استراتيجيه جدا لكل الاطراف. احنا عندنا نوعين من العملاء، عندنا العميل اللي هو الشركه اللي بنشتغل معاها، وعندنا العميل الكارد هولدر، الموظف اللي بيشتغل معاهم. والاثنين عملاء عندنا، وعندنا مسؤوليه كبيره قوي لهم. بالنسبه للشركه، المرتبات للشركات كتيره يعني يمكن توصل ل 50-60% من الميزانيه كلها. ف it's a very important يعني جزء كبير جدا من الميزانيه ومن اهتمامهم، وحاجه استراتيجيه. بنشتغل احنا مع شركات في مجال الامن مثلا، لو الموظف الامن مش هيجيله المرتب بتاعه النهارده، مش هيجي تاني يوم، وهم متعاقدين مع بنك، مع مول، مع اي مكان كده، لازم هم اللي بيوفروا الحراسه للمكان ده، فده ممكن يروح منهم كل الكونتراكت. فبالنسبه لهم المرتب ده حاجه استراتيجيك جدا للشركه، فلازم تعمل صح، مفيش اي روم فور ايرور. فديت مسؤوليه كبيره طبعا، واللي احنا بنحاول نعمله ان مش بس ما يبقاش فيه ايرور، وان يبقى فيه ثقه كبيره جدا على البلاتفورم وكل الخصوصيات والسكيورتي وكل ده موجود، لكن ان احنا نقدر بقى to go further عن الليجاسي بلاتفورمز. فمن الحاجات برضو اللي بنوفرها ان احنا نقدر ندفع في خلال دقائق للمرتبات. احنا كأي شركة تانية بتتعامل حتى مع البنوك، عادة ما تقدرش تبعت في الويكند، في الاجازات، في الاعياد، ودي بتفرق جامد جدا، بتفرق كتير. فبنديلهم الفلكسبيليتي ان في اي وقت، في اي بالليل، الصبح، على طول بيوصل المرتب بعد ما بيتحول. زي ما حضرتك قلت في العمالة، ما هم بيشتغلوا during the weekend، فبيفرق معاهم ان هم يقدروا. فزي ما ده يعني حاجة مهمة استراتيجيكلي للشركة، هو برضو يمكن اهم للموظف. انا فاكرة في العيد قبل العيد بتبقى في طابور على الاي تي ام. بالظبط، صح. طبعا، يعني برضو الاعياد بتبقى شوية ازمة يعني. لكن احنا في الاعياد، في الاجازات، يوم الجمعة، يوم السبت، في بيرول طالع على طول من الشركات بتوعنا. فبيدي الفلكسبيليتي ان انا مش لازم على طول ادخل قبل ساعة معينة عشان اتأكد ان المرتب هيتحول نفس اليوم او اليوم اللي بعده. ده بيبقى بريشر كبير، زائد ان الشركات اصلا بتواجه كاش مانجمنت ايشوز، عندهم برضو بيتاخروا على بيجي مستنيين مثلا الريفينيو بتاعهم يجي كاش معين، يجي حاجات زي كده، فدي بتسبب ضغوط اكتر للشركه. فدي من الحاجات اللي لازم يعني عندنا لازم نوفر الحاجات البيسك اللي هو الامن والثقه في ان الحاجه المعامله هتحصل accurately، زائد ان احنا لازم بقى نتعدى كل ده ونوصل لحاجه اكتر من كده، زي السرعه مثلا والانستنت بيمنتس. وللموظف بقى عنده يمكن يعني كأهميه المرتب ده يمكن اكتر للموظف، لان المرتب ده هيبقى ممكن يبقى 100% من اللي من اللي هو عايزه في الحياه بتاعته. فبرضه لو نتاخر عليه او لو نغلط فيه، دي بتبقى حاجه صعبه جدا. فهو ده المجال اللي ما نقدرش نغير فيه، يعني دي حاجه اساسيه عندنا مهمة جدا. الانوفيشن بيحصل في بقى المارجنز بتاعه، ففي ادفانتجز كتيرة في الانوفيشن، لكن ادفانتج كبير لنا هو ان احنا دايما المؤسسة، ودي حاجة انا شفتها برضو قبل كده، المؤسسة الليجاسي اللي لها تاريخ كبير ولها طبعا يعني مكانة كبيرة في السوق، عادة بتبقى صعب عليها انها تشوف ايه اللي جاي.
يعني ديت دايما كانت يعني حتى ما اعرفش حضرتك تفتكري شركه اسمها كوداك. يس. اوكي. وفي نوكيا دايما بندي عليه كل ونوكيا الامثله. بالظبط. فكوداك ديت بس كان كل حاجه، كان كل فيلم للكاميرات لكل حاجه صناعه كوداك، لكن ما شافتش اللي قدام، ما شافتش ان الديجيتيزيشن بتاع التصوير هيحصل ازاي. ف يعني نفس الحكايه احنا بنشوفها النهارده في البرنت في الجرايد مثلا، يعني حوالين العالم برضو مفيش خلاص فاضل دلوقتي اي برنت لان ما شفناش ايه اللي جاي بسرعه كافيه. فديت الادفانتج برضو للتكنولوجي كومباني. هي اتس اول اباوت ادابتابيلتي، واحنا حتى دايما بنعلم التيمز كده ان هو هي مش سرعه. وحتى انا في مفهوم ان الاجيليتي او البيزنس اجيليتي ان انت بتتحرك بسرعه. انا بقول لهم لا، هو انت في شركات اتحركت بسرعه بس في دايركشن غلط، فهي كانت السرعه خلتها ترشق في الحيط. النقطه دي مهمه قوي ليا بالظبط، لان احنا كنا لسه بنتكلم، احنا كان عندنا اوف سايت الاسبوع اللي فات للمانجمنت تيم، وكلمنا بالظبط على النقطه دي، الفرق بين السرعه سبيد والسرعه الموجهه فيلوسيتي، صح؟ فديت فرق كبير جدا. ويعني من اللي انا بشوفه برضو، انا قلت لحضرتك انا اول مره اشتغل في مصر وابقى يعني موجود هنا، فكان دايما عندنا ايام مكتوب وياهو دايما مكتب في مصر، وكنت باجي 3-4 ايام مثلا كل شهر ولا حاجه. لكن الحاجه اللي برضو يعني very special عندنا كمصريين ان حقيقي بنشتغل بسرعه. انا حقيقي بشوفها ديت على طول مقارنه باي، يعني انا كنت بشتغل في الامارات في امريكا، لكن السرعه في ان احنا نعمل حاجه ونقدر ننفذها حتى لو ما فيش سيستم يساعدنا فيه، دي حاجه ما شفتهاش في مكان تاني. ان احنا بنلاقي طريقه، يعني يمكن نلصم الحاجه، نعمل حاجه عشان نقدر نطلعها. في اماكن تانية يقولوا لك لا انا مش هقدر اشتغل خالص، ما فيش سيستم، مش هقدر اعمل حاجه. فديت من الحاجات المميزات بتاعتنا. ولكن الحاجة اللي احنا اوقات يمكن ممكن نعملها مش صح، هي بالظبط اللي حضرتك قلتي عليها، ان احنا بنمشي بسرعة قوي بدون ما احنا عندنا يمكن نقف كده دقيقتين نفهم احنا عايزين نروح فين. فهو ده الفرق الكبير حقيقي. الفيلوسيتي هو ده الحاجة الأساسية في ان احنا نقدر نوصل اللي عايزين نوصل له ويبقى فيه معنى. ودي حاجة برضو اما نرجع للليدرشيب ويعني اهميتها في ان عشان يبقى فيه فيلوسيتي محتاج يبقى فيه ميشن، محتاج يبقى فيه هدف معين عايزين نوصل له. هو يعني اللي حضرتك بتقوله ابدالي دايما احنا كنا بنقول، يعني كان في حلقة تانية وكنا بنتكلم على ان الكولتشر او طبيعتنا كمصريين هي دايما بتتكون من الهيستوري بتاعنا او اي اصلا بلد كده. فانا ايجاس لان مصر كانت يعني عدت بمراحل كتير وعصور كتير واحتلال ويعني احنا عدينا بحاجات كتير طبعا. خلتنا عندنا الفكر بتاع ان انت فعلا تعرف تمانوفر، مش ان انت تقف ان انت لازم الطريق يبقى قدامي زي السواقه في مصر. صح. فيبقاش الطريق ستريت، فهو متعود ان هو خلاص الطريق ستريت فانا لازم يبقى الطريق ستريت عشان امشي. صح. لا احنا ممكن تبقى الطريق هنلاقي اي طريقه هنتصرف. بالظبط زي ما نقول الجيش قال لك اتصرف. طبعا. فواضح ان احنا كلنا اتربينا على الفكر ده. لا ما فيش حاجه اسمها نو. يعني احنا بنشوفها تقريبا كل يوم عندنا في دوباي ان مفيش حاجه في البرودكت. مثلا البرودكت هياخد شهرين عشان نعمل فيتشر جديده، لكن احنا عايزين نجري، عايزين نعمل حاجه بسرعه. فعلى طول بلاقي ان التيم اللي مسؤول على البيزنس سايد، مهما كان الكاستمر كير تيم بتاعنا او اللوجيستكس تيم اللي بيسلم الكروت او السكسس تيم اللي بيتعامل مع شركات، بنلاقي طريقه تانية، بنلاقي ان اوفلاين سولوشن عشان نقدر نجري بيها. فديت حقيقي يعني حاجه مهمه قوي. وديت هو ده الاسلوب بتاع الستارت اب والسكيل اب اللي احنا يعني ده بيساعدنا. لو ده موجود والفيلوسيتي موجوده يبقى خلاص، يعني صعب ان ده حد يوقف ده. بس هو من كلام حضرتك عشان انت توصل بالتيم ان هو، يعني من كلام حضرتك واضح التيم ان هو highly motivated وان هو عارف الفيجن
وعارف الدايركشن وعارف الاستراتيجي بتاعت الشركه، قدرت تعمل ده ازاي بقى؟ والله يعني مش عايز ارسم صورة ان الحاجة بيرفكت، لكن حقيقي بتهيألي يعني في الفترة اللي فاتت انا ركزت قوي في الاول، من اول ما انا جيت دوباي، على الكالتشر. لان حقيقي الكالتشر ده الفارق بين بالنسبة لي انا بين النجاح والواحد ما يقدرش يوصل للغرض بتاعه. فالكالتشر ديت لازم في رأيي، انا شفتها برضو في تجربتي، شفت الكويس والوحش، فبالنسبة لي كان واضح قوي دور الكالتشر. انما الواحد يكون في مكان بيتكلموا على البوليتكس جوه المكان، وفي فريكشن بين الناس وحاجات زي كده، مش هنقدر نوصل لحاجة. صح. فأول حاجة اتكلمنا فيها يعني كان على موضوع الثقة، لأن ما كانش يمكن لسه في ثقة كبيرة بين التيمز، وجزء منها كان حاجة طبيعية. كان التيم لسه طالع من الوقت بتاع كوفيد، ما كانش حد بيشوف حد خالص، كان كل حاجة اونلاين، واحنا ما كناش بنفتح الكاميرات على زوم وكده وعلى فما كانش في كونكشن مع بعض. انا لما جيت كان خلاص الموضوع ده خلص، بس كان لسه الناس كتير شغالة من البيت، ما كانش في كوميونتي كالتشر خالص في الشركة. فانا شفت ان مهم ان احنا نبتدي نيجي المكتب في البداية. انا من الناس برضو اللي انا بهتم قوي بالهايبريد وركينج والفلكسبيليتي في الورك وكده، لكن لما الواحد يبقى بيبتدي من حاجة تكون very negative، محتاجين نبتدي الأول مع بعض. صح. في مكان واحد نتعرف على بعض، ما كناش عارفين بعض، ده بيبني التراست. محتاجين حاجات تبقى بيسك كتراست برضو بين الموظف وبين الشركة، بين التيم ممبر والشركة. الشركة لازم تقدم له برضو البيسكس، فاحنا راجعنا برضو المرتبات كلها بتاعت الشركة، الليفلينج، احنا كنا بنمر وما زلنا بنمر بصعوبات كتيرة، عايزين نتأكد ان احنا برضو ماشيين مع الوضع الاقتصادي. لازم يعني دي حاجة برضو أساسية لو احنا بنطلب accountability وسرعة موجهة من التيم، لازم برضو يبقى فيه نفس accountability للشركة نفسها. ودي حاجة برضو احنا بنشوفها، ويعني لأن عندنا عملاء طبعا بنشوف المرتبات، فاحنا شايفين ان في شركات حقيقي متفهمة ده، وفي شركات لسه مش متفهمة الأهمية بتاعت ده عشان يقدروا يوصلوا للجولز بتاعتهم. فابتدينا بالثقة، من الثقة ابتدينا نتكلم على ايه نتيجة الثقة دي. ففي مثلا الكوردينيشن، وفي الكوبريشن، وفي الكولابوريشن. الثلاث حاجات دول اما بنسأل ايه هي معنى الكلمات ديت، عادة الناس تقول التعاون، لكن كلهم لهم معنى مختلف شوية. او التنسيق مثلا كوردينيشن، كوبريشن هيبقى التعاون، كولابوريشن ناس تقول برضو تعاون، لكن هو زي الفيلوسيتي يعني السرعة الموجهة. الكولابوريشن هو التعاون المشترك، ان ابقى مش بس ان انا اوكي انا عارف الدور بتاعي خلاص الدور عليا هعمل اللي عليا، لا ده انا هقدر ادخل معاك في مكانك، يبقى فيه امباثي عشان اقدر اشتغل معاك كاني انا في in your own shoes، يعني كاني هبقى معاك، هقدر اشوف ازاي تقدر تنجز، وانت هتساعدني برضو بنفس الطريقه. لكن ده مش هنقدر نبتدي بيه الا لما يكون في الاول الثقه الاساسيه دي، التراست. فده كان تركيزنا في يمكن اول 6 أشهر، ان احنا نبني او نعيد بناء التراست والكوبريشن ده والكولابوريشن مع بعض. شايف ان احنا قدرنا نعمل كتير قوي في كده، وما زلنا طبعا بنواجه دايما تحديات، وكل يوم كل ما الشركة بتكبر. يعني انا ما ابتديت كان عندنا يمكن 60-70 واحد في الشركة، النهاردة بقينا في مصر فوق 185. فكل ما الاعداد بتكبر كل ما طبعا بيبقى فيه تشالنج اكبر ان احنا نخلي الكالتشر ده لسه موجود. ده يعني اتمنى ان احنا هنقدر يعني نكمل في كده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كنت عايزه اسال حضرتك بقى على، يعني حضرتك مريت بقى باكسبيرينس ومراحل كتير، الاختلاف في الليدرشيب ستايل من زمان لدلوقتي. هو ديفنتلي الدنيا اتحركت والبيزنس انفايرمنت اتغيرت، واصلا الاجيال كمان اختلفت. يعني مانجينج الديفرنت جينيريشن سبيشالي دلوقتي، في ناس كتير بتتكلم على ان هاو تو هاندل جين زي، عشان انا كنت دايما في حلقات كتير اتكلمنا فيها ان هم definitely يعني totally different than جيلنا.
هما بقوا بيفكروا بطريقه مختلفه، البرايورتيز بتاعتهم بقت مختلفه، فحتى الطريقه القديمه في المانجمنت خلاص مش هتنفع. يعني انا دايما اقول اللي هيفضل على قديمه خلاص مش هيعرف يهندل الاجيال اللي جايه خالص. فحضرتك شايف بقى ايه الاكتر حاجات لازم تكون متغيره في الليدرشيب ستايل لاي ليدر دلوقتي؟ انا شايف ان في حاجات حقيقي مختلفه تماما، انا يعني مع حضرتك فيها، وانا بقدر قوي الجيل ده، لان الجيل ده الجينزي بالنسبه لهم اللي انا واجهته او اللي انا شفته مهما كان هنا في مصر في التجربه بتاعتي هنا في دبي او في امريكا، ودي حاجه مشتركه بتالي في الجلوبالايز كلتشر بتاعتنا الايام دي، ان مفيش اي روم للبي اس. يعني هم على طول بيفهموا الكلام. يعني انا قاعد اتكلم مثلا كلام كتير على الكالتشر والتراست والكولابوريشن، لكن لو انا مش ماشي بالكلام ده بنفسي مش هيصدقوه خالص. على طول بيفهموا من يعني هي كلها جملتين 3 على طول بقى بيقفلوا بعد كده يقولوا لا ده خلاص ده كلام اي كلام مش همشي بيه ولا يعني ده بيبقى مفهوم. مفيش حتى الواحد بيحاول ان هو خلاص يمشي ويجامل، والكلام ده مش موجود كتير في الجينزي، ودي حاجة أنا بتعجبني فيهم جدا، لأن دي يمكن من الحاجات اللي احنا أوقات برضو يمكن في الثقافة بتاعتنا بنهتم أكتر بالتزيين الكلمة أو الكلام الحلو، نقعد نتكلم كتير وكده، لكن في الآخر إيه اللي احنا طلعنا منه ما يمكن مش مفهوم قوي. فأنا اللي أنا بحسه في الجيل ده إن ما بيبالوش ده ما بينفعش معاهم. فبالتالي كليدرشيب ستايل إيه المهم للجيل اللي احنا هنعتمد عليه عشان نوصل للنكست ليفل اللي هو الجيل الجينزي، هو الشفافية، هو إن الواحد يتكلم يبقى في حقيقة في الموضوع، بتبقى واضحة. حضرتك كنت بتتكلمي على الاوثنتسيتي، يعني الاوثنتسيتي دي مهمة جدا، ما نقعدش نزين الكلام يعني لازم نبقى يعني في شفافية في الكلام. وحتى لو في حاجة مثلا معلومة انا ما اقدرش اتكلم عليها اقول ان مش هقدر اتكلم عليها، لكن الواحد لازم يتكلم فيها كده، يعني ما يبقاش يدخل في اللف والدوران وكده، مش هينفع اصلا. وانا يعني دايما بشوف كده في البيزنس دي اهم حاجة، لان هو يمكن الفرق الوحيد ان احنا في الجيل بتاعي او الجيل بتاع حضرتك يمكن ان احنا كنا بنتحمل حاجات زي كده اكتر، صح. فاحنا برضو بنبقى مش فاهمين قوي او عارفين ان ده مش صح، او ان الكلام ده بيبقى مش هو ده المقصود منه، لكن بنتحمله ونقول ده خلاص انا هعمل الشغل بتاعي ونبتسم ونرضى بيه ونبقى راضيين. لكن الجيل ده مش راضي بكده، وده مهم قوي عشان نقدر نوصل للليفل الجديد بتاعنا كمصريين. حتى كدولة محتاجين يبقى فيه الاتيتيود ده، ان يبقى عندنا طموح للأحسن، وما يبقاش عندنا ان احنا صبر كتير على ان احنا نوصل للطموح ده، نوصل للأهداف بتاعتنا، ويكون في كلير استراتيجي، يعني تبقى يعني كتير جدا. وزي ما حضرتك قلت احنا اشتغلنا في شركات ممكن ما كانش الاستراتيجي واضحة اصلا. بالظبط. فكل واحد ماشي في دايركشن مع نفسه بيجتهد، لكن مفيش حاجة بتجمعنا كلنا، ده ما بقاش برضو موجود. هما فعلا يعني انا كنت قريت برضو ارتكل كده كان بيقول فعلا ان هما بقوا يهتموا بالمنتل هيلث اهم اكتر من حتى من السالاريز، which is كان في اجيال لا كان اهم حاجة عندي هو انا هقبض كام، صح، وبعدين ابتدي بعد كده اشوف بقى الكالتشر والانفايرمنت. بس دلوقتي الكالتشر بقت اهم حاجه، بقت هي اهم حاجه، ودي حاجه لاي حد بيحب او شايف اهميه الكالتشر دي حاجه. عشان كده يمكن بحب الجيل ده جدا، لانه مهتم بكده، بتفرق معاه حقيقي لو المعامله دي حقيقي اوثنتيك، لو الفاليوز دي حقيقي لها اهميه للشركه بتاعتنا، لنا كلنا كتيمز وماشيين بيها ومستعدين كليدرز كمانجرز ان كمان بنعترف بالاخطاء بتاعتنا اما نعملها. دي حاجه بيقدروها كتير جدا، يعني عندهم بالنسبه لهم دي حاجه كبيره. لا انا بقيت اسمع كتير ان الناس ممكن تضحي بسالري اكبر وتروح لسالري اقل، صح، علشان تبقى نفسيا مستريحه، لان هم بقوا كمان فاهمين الامباكت بتاع ان انت تبقى عايش وانت بتزق، او انت مش مبسوط، او انت رايح الشغل وانت دايما عندك ستريس او اندر بريشر. هم عارفوا الامباكت بتاع ده على صحتهم ازاي، فبالتالي بقى في ماتيوريتي، لا ان دي اهم حاجه
حتى لو الانكم مش هيبقى صح. اكبر حاجه. وانا بحس بكده يعني on a regular basis في الشركه حتى في دوباي، لان دلوقتي احنا بقينا في مرحله مختلفه شويه في السايكل بتاعنا. ناس بقت في اعداد من الشركات بقت تعرفنا اكتر، بقينا معروفين اكتر في السوق كبراند. فبنلاقي ان في كتير من التيم بيجي لهم اوفرز من شركات تانية، اوقات بتبقى اكتر من اللي هما بياخدوه، لكن بيجوا لي وبيقولوا لي على الاوفرز ديت، وبيقولوا لي لا انا رفضت الاوفر ده عشان انا مهم لي، انا يعني حاسس حقيقي بالكالتشر بتاعتنا وعايز ابقى معاكم في الاهداف دي. فحقيقي اللي حضرتك بتقولي ده بيحصل on a regular basis. مهم اللي معانا بيبقى، ودي حاجه يمكن انا بشوفها في الشركات برضو التكنولوجي والديسرابترز، ودي حاجه يمكن اساسيه، ودي يمكن اخطاء ساعات الشركه نفسها التكنولوجي كومباني بتعملها. اما بتوصل لليفل معين في الجروث سايكل بتاعها، بيبتدوا بقى يفكروا احنا عايزين بس ناس بالاكسبيرينس بقى من شركات كبيره، من مؤسسات كبيره، عشان يساعدونا بقى نوصل للنكست ليفل. لكن اللي انا واجهته برضو وشفته بنفسي ان مش هو ده يمكن احسن حاجه. اوقات بتبقى مهم جدا ان انت تلاقي حد كان حقيقي بيشتغل يمكن في البروسيس دريفن كومباني، في مولتي ناشونال، في مؤسسه كبيره، لكن كان عنده برضو الاكسبيرينس بتاع الستارت اب. الحاجتين دول مع بعض ده يبقى احسن كومبينيشن بالنسبه لي في المرحله بقى بعد الجروث ستيج بتاع الشركه. فده يعني الاستراتيجي برضو بتاع الهايرنج بتاعنا. اما بنعمل هايرنج بنتاكد، لان لازم اللي بيجي معانا يبقى متوقع ان في كل يوم unpredictable things that happen. صح. لكن لو انا شغلتي في مؤسسه كبيره عاده ما بتبقاش هو ده البروسيس. صح. ببقى رايح انا عارف هعمل ايه وخلاص، ومش بفكر في غير اللي انا بعمله بس. وحاجه زي كده مش هتنفع اصلا للشركات دي كمان، لان الوقت بيتغير طبعا. لا، في نقطه كمان انا بحب اتكلم فيها كتير الحقيقه. يعني نقطه الكابابيلتي بيلدينج، ان انا اعتمد على الناس اللي جوه، especially ان احنا دلوقتي داخلين على مرحله ان اوريدي في رولز مش هتبقى موجوده وهتبقى ريبليسد برولز تانية. فانا دايما اقول من دلوقتي تعالوا نجهز التيم اللي موجود، لان هو اكتر تيم فاهم البيزنس، اكتر تيم هيبقى لويل، وهو لو حس ان احنا كاورجانيزيشن بانفست فيه علشان يلعب رول تاني، هو هيبقى يعني دي انا خلال السنتين اللي فاتوا او ال3 سنين اللي فاتوا في شغلي كنت دايما احب ان انا لو انا هانفست في حد ان هو يلعب رول حتى لو هو مش عارف عنه حاجه، احب اخد from within الاورجانيزيشن. وكان الموديل بالنسبه لي ان الناس اللي انا باخدهم experience في الاورجانيزيشن، وحتى لو هيلعبوا رول مش عارفين عنهم اي حاجه، بيبقوا بالنسبه لي اسهل كتير من ان انا اجيب حد من بره، لان هو فاهم المكان inside out، عارف يتعامل مع الناس، عارف النتورك، فاهم البيزنس. فمجرد ان انا بديله knowledge ان الرول ده هيعمل 1 2 3، مش هياخد مني الافورت يعني compared بقى بالحاجات اللي هو عارفها، لا هي اقل بكتير. فدايما حتى ما بخش اي انترفيو او حاجه اقول لهم ايه، مش مهم النوليدج، مش مهم حتى سكرام ماستر، برودكت اونر، مش مهم يكون عارف اصلا الفريم ورك اللي احنا شغالين بيه، هيعرفوا يعني هياخد وقت وهيعرفوا. لكن الحاجات اللي هو اكسبيرينس فيها لو جبت حد من بره هقعد كتير قوي علشان يوصل للليفل. اكيد انا مع حضرتك 100% في اللي انت بتقوليه، وهو ده يعني حقيقي. حتى في دوباي كان مبدأ عندي ان احنا عندنا، ودي حاجه انا فخور بيها جدا، عندنا دلوقتي مدراء في التيم معانا، يمكن في منهم معانا 9 سنين 10 سنين 8 سنين، وابتدوا معانا كان لسه متخرجين من الجامعه ولسه كانت اول شغل لهم. واما جيت انا برضو كان من الحاجات اللي انا كان نفس المبدأ ده انا واثق فيه، لان خصوصا في شركات الستارت ابس والسكيل ابس احنا بنعمل حاجات كتير جديده ما اتعملتش قبل كده، فصعب ان احنا نلاقي السكيل سيت ده اصلا في الماركت. احسن حاجه ان احنا نستخدم حقيقي الاكسبيرينس بتاع الناس اللي معانا، اللي هم بقى شايفين اللي قدام واللي عندهم الطموح ان هم يوصلوا لنفس الاهداف بتاعتنا. دي حاجه بتبقى بالنسبه لي لها معنى كبير جدا ولها فاليو كبير جدا، صعب ان انت تلاقيه في اي مكان تاني بره. لو هتعيني حد من اول وجديد هيبقى برضه بالنسبه له الشغل جديد، لان طريقتنا في الشغل مختلفه عن الانستتيوشنال بانكس مثلا في المجال بتاعنا. فهو ده اللي احنا ماشيين بيه، يعني ان
على قد ما نقدر بنحاول دايما السترينث بتاعنا بيجي من الناس اللي معانا. دي حاجه مهمه قوي. طب رجوعا بقى البيزنس دوبي وهو اوريدي مبني على كاستمر نيد، يعني اوريدي في نيد في الماركت، وزي ما حضرتك قلت زي ما ابتديت مع الموظفين بالتراست احنا محتاجين نبدا يعني تبدا مع الكاستمر بالتراست برضو طبعا. يعني ازاي دوبي بتهندل الريزيستنس بتاع الكاستمر اللي هو عنده ريل نيد بس هو خايف قلقان خايف يجرب، خايف يحصل مشكلة في حتة كريتيكال كده. دي حاجة بتبقى طبيعية. اولا بيبقى فيه جزء منه ان بيبقى خلاص الكاستمر جرب كل حاجة. اوقات كتير احنا بنواجهها دي. انا جربت كل الحلول اللي موجودة قدامي، استخدمت البنوك، عملت الكاش، عملت كل اللي اقدر عليه، اشتغلت مع شوية شركات بالكروت البريبيد وكده، لكن ما قدرش، مش لاقي حلول. ويعني احنا في شركة احنا لسه بنكلمهم، لسه يعني احنا ابتدينا نكلمهم يمكن من 4-5 سنين من قبل ما نكون معاهم في دوبي، وجربنا كذا مرة. دلوقتي كلمونا قالوا لنا خلاص لازم نغير، أنا لازم ابتدي بالمرتبات معاكم الشهر الجاي، ما عنديش وقت يعني. فديت بتحصل كتير. اوفر تايم في الاخر احنا شايفين هم هيجوا لنا لان في النيد ده موجود. حاجة تانية بتساعد كتير معانا واحنا اللي شفناها برضو في السنة اللي فاتت، لان ابتدينا نركز على الشركات الاكبر شوية. احنا الكور بتاعنا يمكن 80% او اكتر من الشركات اللي بيدخلوا معانا هم السمول اند ميديوم انتربرايزز، ودي احنا بنشوفها كشركات اللي عندهم مثلا اقل من 150 موظف. فده الكور بيزنس. لكن ابتدينا نركز كمان زي ما احنا بنركز مع الاس ام ايز على الشركات اللي هم الميد ماركت او اللارج انتربرايزز اللي اكتر من 150. وابتدينا نشتغل مع شركات عندهم آلاف الموظفين. احنا عندنا شركة عندهم 10,000 موظف، شركات في شركة كذا شركة دلوقتي بالالافات معانا. فالميزة في كده ان لما بنبتدي معاهم، وطبعا هم بيبتدوا معانا واحنا بنقترح عليهم ان نبتدي دايما ببروسس. الاول بيبقى فيه تيستينج بروسس كبايلوت فيز، نبتدي مع يمكن الاداره بتاعه الحسابات او الاتش ار، خلينا نبتدي بموقع من المواقع بتاعتكم عشان تجربوا السيستم وتجربوا البلاتفورم، وبعدين بنكبر الامبلوي بنتريشن معاهم اوفر تايم. لكن بنجد ان لما بندخل مع شركه كبيره في مجال معين، ممكن تكون في السكيورتي، في الفاسيلتيز مانجمنت، في الفود اند بيفرج، في اي حاجه زي كده، ده بيساعدنا ان احنا نجيب بقى الشركات الصغيره. لان لما شركات صغيره بتيجي وعندهم اي سؤال على او في عايزين يسخوا اكتر في السيرفيس، بيشوفوا ان معانا شركه معروفه وبراند كبير في المجال بتاعهم، فده بيبقى بيساعدنا جدا يعني اكتر من ان احنا طبعا ماشيين بالنظام بتاع البنك المركزي مع البنك الشريك، كل حاجه اتس كومبلاينت، كل حاجه بتبقى سكيور، كل الكلام ده. بس غير كده بيبقى فيه البنفيت بتاع ان خلاص في شركات دلوقتي معانا معروفه في المجال بتاعهم. طيب من خلال بقى خبره حضرتك، ايه النصايح اللي تقدمها سبيشالي ان احنا دلوقتي الماركت ابتدى يكبر والسيكتور بتاع الفينتك ابتدى يوسع بشكل كبير، نصايحك للليدرز اللي هم بادين لسه ستارت اب فينتك من خلال بقى الاكسبيرينس اللي حضرتك عديت بيها؟ هو يمكن اول حاجه ان نبقى واضحين احنا عايزين نعمل ايه، يعني ايه هدفنا، ونركز على الكور سيرفيس اللي احنا ممكن نبقى ممتازين فيها. يعني لازم نحقق الحاجه ديت بامتياز. هتكون ايه؟ يمكن من التحديات برضو لاي فاوندر اللي بتجيله او بتجيلها ان بيبقى فيه ضغوط كتيره من الفاندرز، الانفسترز، كل واحد عنده راي المفروض يعمل ايه، فبيلاقي نفسه ان هو في كده على طول بيلاقي نفسه ان هو لازم اعمل كذا برودكت، مش بس هركز على المرتبات، خليني اعمل كمان قروض، وخليني ادخل في مجال بتاع التأمينات، وخليني اعمل. فبيبقى في دايلوشن بتاع الكاباسيتي بتاعه اصلا والتيم بتاعه، لان التيم لسه صغير. فاول حاجه يبقى في وضوح في التركيز بتاعنا، احنا هنعمل ايه اللي هنقدمه باكسلنس. دي اول حاجه. تاني حاجه، هل اللي احنا عايزين نقدمه ده، الحل اللي احنا عايزين نقدمه حقيقي السوق محتاجه؟ دي حاجه تانية. ديت لازم تتعمل بالاكسبيرمنتيشن ويبقى فيه
openness للتغيير، ان انا عندي objective عايز اساعد الكاستمر يوصل لحاجة هو صعب عليه دلوقتي، بس يمكن اوصل لده بطريقة مختلفة. لو انا هبقى مركز على ان انا لازم ابني حاجة تبقى خلاص هي دي الطريقة بتاعتي، وابقى مش ما عنديش الفلكسبيليتي ان انا اغير حاجة واعمل pivot، دي برضو بتسبب مشاكل كتير. يعني لازم يبقى فيه الفلكسبيليتي ده، ده مهم قوي. ويعني في مجال البيمنت والفاينانشال تكنولوجي طبعا زي ما حضرتك قلتي الفلوس دي مهمة قوي للشركات وللموظفين، فما نقدرش نعمل غلطات فيها. لكن في حاجات تانية بتبقى ممكن نبتدي نعمل تيستينج بيها بره المجال ده، بره اللين ده. اوكي. ف ديت بقى محتاجة سرعة في السرعة الموجهة ديت، ان احنا نبتدي نعمل تيست وإتريت ونغير ونعدل وكل ده، وبيبقى في بقى مجال اكتر للريسك تيكينج هنا. فدي برضو من المميزات بتاعت اي شركة في التكنولوجي. احنا عارفين مثلا الكاستمر، عارفين كل الديتيلز بتاعت المشتريات بتاعته، بيستخدم الكارت ازاي، طب ايه اللي ممكن نقدمه له عشان يساعده اكتر، ايه الشراكات اللي ممكن نعملها في السوق عشان يوصل اللي هو عايز يوصل له. فمن كل ناحية، من from a business perspective للcorporate client اللي عندنا او للموظف اللي معانا، في حاجات كتير نقدر نقدمها له outside of الكور بتاع المرتب. فدي بقى الحاجات اللي ممكن نبتدي نعمل experimentation فيها اكتر. حلو قوي. طب سنس ان انا حضرتك اتعرفنا في future of finance، انت حضرتك شايف ايه بقى الفيوتشر اوف فاينانس especially مع التكنولوجي اللي بتتغير بسرعه، والاي اي اللي اخد بوم كبير دلوقتي وبقى مسمع جدا في الماركت؟ فانت شايف ايه احنا رايحين فين؟ واحنا حقيقي اتكلمنا، كان في بانل على الاي اي كنت انا بشارك فيها، ويعني رايحين فين ما حدش يعرف بالظبط رايحين فين، الله اعلم. بس الاكيد يعني منه جزء منه ان طريقة الشغل هيتغير بطريقة يعني أساسية يعني قدام، وقدام مش بس قدام، يعني خلاص دلوقتي. وإن الشغل بتاعنا أي حاجة بتبقى repeatable، أي حاجة بتبقى ميكانيكال احنا بنعملها مش هنحتاجها كتير قدام. على قد ما احنا يمكن في مصر لسه قدامنا شوية automation والdigitization محتاجين نعمله الأول عشان نوصل للليفل بتاع الاي اي. فديت يمكن بتساعدنا ان بتدلنا شويه براح عشان ما يبقاش التغيير ده تغيير سريع جدا، يبقى صدمه كبيره، لكن هو هيحصل. فمحتاجين بقى نبقى مهتمين بايه اللي هيفرق معانا كموظف، كتيم ممبر، كمدير، كفاوندر، ايه الفرق الحقيقي اللي ممكن نقدمه. لان الاي اي هيخلينا نقدم اي حاجه لها دخل بالداتا وبالريبيتابيليتي، هتبقى كوموديتايزد خلاص، هيبقى كل واحد يقدر يقدمها. اللي هيفرق هو الهيومانيتي في رايي، هو مفهوم الواحد للسوق، مفهوم الواحد للبايسز بتاعته، الاسئله اللي هو بيسالها لنفسه، اللي بيتساءلها عن الاسامبشنز. مشكلة الاي اي، مشكلة اي حاجة بيست على الداتا، هي متوقفة على الداتا اللي احنا بنحطها في السيستم. لو الداتا اصلا بايظة، لو الداتا مش بتعكس طبيعة السوق بحاله، لكن بتعكس بس جزء صغير من السوق بتاعنا، يبقى الاوتبوت هيبقى بيركز برضو على الجزء الصغير ده. لو الجزء ده مش بيدخل في المنظومة بتاعته كل الناس، يعني لو احنا بنبص بس على 10% من المجتمع اللي بياخدوا مرتبات فوق ليفل معين، وندخل السيستم ده، هيطلع لنا برضو حاجة بتركز على الجزء ده في المجتمع. فديت بقى اللي بتفرق يمكن طريقتنا كبني ادمين، ان احنا حقيقي نفرق بين البايس ونعرف البايس ديت. ومش سهلة بقى، ديت يمكن اصعب حاجة بتبقى لنا، ان احنا نعرف البايس بتاعنا. طيب كنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، على انت ازاي بتجهز التيم دلوقتي ان هو يقدر يكوب مع التشينجز بقى اللي بتحصل، وذر بقى في الديجيتال ترانسفورميشن او الاي اي؟ يعني ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها دلوقتي ان هم يتعلموها، عشان انت شايف احنا رايحين فين؟ بالظبط.
يعني احنا برضو بنحاول دايما نبقى صريحين وعندنا بنتعامل بشفافية مع كل التيم، وببقى يعني في رياليتي جاية قدامنا وعايزين نبقى في اوتوميشن اصلا، ودي حاجة هتبقى كويسة لنا للشركة كلها ومحتاجين نعملها. there is no way around it. فايه بقى اللي احنا هنعمله كتيم؟ ازاي بنغير طريقة نظرتنا للي احنا نعمله؟ ازاي هنقدر نحسن بقى الحاجة دي؟ انا النهاردة مثلا بعمل داتا انتري، الداتا انتري بتاعي دوت مش هنقدر مش هنحتاج نعمله خلاص في خلال السنة الجاية. فانا هبتدي افكر بطريقة مختلفة عن انا ايه الفاليو اللي انا هقدر اقدمه للشركة، وازاي انا هكبر كامبلويي او كتيم ممبر. فان انا هفكر في طريقة الشغل بتاعنا، ايه طب احنا بندخل ده، طب ايه الحاجات التانية اللي المفروض ندخلها، ايه طريقة العمل او البروسيس اللي محتاجين نغيره، ايه اللي انا هقدر استخدم الجادجمنت بتاعتي فيها اكتر. فيعني بنحاول دايما نساعد كل التيم او نخليه يفكر في طرق جديدة في الشغل بتحسن البروسيس بتاعتنا. دي مش طبعا مش بتبقى سهلة، وفي ناس بتبقى ريدي لكده وعندهم الرغبة ان هم يفكروا بالطريقة ديت. في ناس لسه يمكن في بداية الطريق بتبقى صعبة عليهم. هنا بقى التريننج والديفلوبمنت مهم جدا. فاحنا برضو ابتدينا تريننج اند ديفلوبمنت بروجرام عندنا في الشركة، بس احنا داخلين على مرحلة هتبقى اكيد تشالنجينج لنا كلنا. يعني احنا دلوقتي في مرحلة لو انا مهتم ان انا بعمل ماركتينج بلان مثلا، هيجي وقت هيبقى الاي اي هيقدر يعمل لي الماركتينج بلان، صح. لكن الاي اي هيعمل لي الماركتينج بلان على حسب انا بطلب منه ايه. فهنا بقى الفرق، الطلب بتاعي، البرومبت بتاعي، الديتيل اللي انا هديها له، نظرتي على السوق، مفهومي للسوق اللي انا عايز اوصل له كماركتر هيتغير. ده بيفرق كتير جدا. ده اللي هيفرق بين واحد لسه بس بيحط الديتيلز على الحاجة اللي هو عارفها، وواحد تاني بيفكر بطريقة أوسع على اللي هو عايز يعمله. فبالتالي احنا هندخل في كده، لكن أكيد طبعا مش هتبقى سهلة وهتبقى صعبة جدا في الفترة اللي جاية، لأن الرولز هتتغير. وفي حاجات احنا اتكلمنا فيها شوية في البانل اللي كان في المؤتمر ده، في دور كبير للدولة طبعا ودور كبير للبابليك بوليسي، ان احنا ازاي نتعامل مع المرحلة اللي جاية لنا. وديت يمكن لسه قدامنا كتير عبال ما نقدر نوصل لليفل ان احنا حقيقي بنفكر بالطريقة دي. ف يعني الله يكون في عوننا كلنا يعني في الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا يعني عايزة اشكر حضرتك جدا، انا فعلا استمتعت بالكلام مع حضرتك جدا، يعني يمكن نفسي يبقى في part 2 و 3 ان شاء الله. ميرسي جدا والله، يعني كان وقت حلو قوي وانبسطت انا كمان من الحديث جدا. ميرسي جدا لوقت حضرتك والله، يعني شرفتنا بجد. شكرا ليا. انا ميرسي جدا. شكرا.